نادي الاهلي افوز النهارده بالثلاث نقط. كولر في كل خطوه بيعملها بيثبت انه مدرب مش بتاع فرقعه. بكررها تاني، كولر في كل خطوه بيعملها بيثبت انه مدرب مش بتاع فرقعه. كولر بيبني خططه كل مرة حسب ظروف الفريق المنافس، وكمان بيفكر وبيحسب ايه المطلوب بالامكانيات اللي معاه والمتاحة حاليا. كولر النهاردة جاب لنا الثلاث نقط. مستر كولر النهاردة جاب لنا الثلاث نقط وشغل كل اللعيبة قبل كاس العالم، وريح اللعيبة اللي خايف عليها من الإصابة، لا وكمان علشان هم ياخدوا نفسهم علشان يلعبوا كويس في كاس العالم للأندية إن شاء الله. هعيد تاني علشان الناس اللي لسه داخله دلوقتي، الف مبروك علينا الثلاث نقط النهارده. كولر في كل خطوه بيثبت انه مدرب مش بتاع فرقعه. فعلا دي حقيقه. كولر بيبني خطته كل مره حسب ظروف الفريق المنافس. كمان بيفكر وبيحسب ايه المطلوب بالامكانيات اللي معاه والمتاحه حاليا. كولر النهارده جاب لنا الثلاث نقط، جاب لنا النهارده 3 نقط وشغل كل اللعيبه قبل كاس العالم، وريح اللعيبه اللي خايف عليها من الاصابات كمان علشان ياخدوا نفسهم قبل كاس العالم للانديه. مستر كولر مفيش مدرب يقدر ان هو يتوقع دماغه لغايه دلوقتي، وقدر انه يتوقع دماغ مستر كولر فيها ايه. عشان كده مستر كولر عجبني جدا كمدرب. قبل ما اخش في تفاصيل المباراة ونتكلم مع بعض، في رسالة بس حابة اوجهها كده للاعلامي الاستاذ عمرو اديب. انا بقولك من اصغر مشجعة اهلاوية على السوشيال ميديا اللي هي انا، الاهلي هيفضل اهلي، الاهلي هيفضل اهلي، وكهربا ومحمد شريف ان شاء الله هيفضلوا دايما متألقين. وبعد اذن طبعا كهربا ومحمد شريف، ومحدش يزعل مني، حتى لو ما جابوش جوان الاهلي ما بيقفش على حد. الاهلي ما بيقفش على حد. الاهلي مش الاهلي علشان كهربا او محمد شريف، الاهلي كيان عريق ببطولاته وتواريخه. الاهلي كيان عريق ببطولاته وتواريخه وانجازاته. الاهلي اكبر نادي في مصر وافريقيا والوطن العربي. الاهلي نادي البطولات، والاهلي نادي الاخلاق والقيم والمبادئ. الاهلي صاحب اكبر جمهور واكبر مشجعين في مصر وكل الوطن العربي. الاهلي بمن حضر يا استاذ عمرو اديب، الاهلي بمن حضر، وكل واحد بيقول كلمة حق علشان النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي مش بس بتشيله على راسنا، لا كمان بتشيله في قلوبنا. وصلت لكم؟ الاهلي ما بيعملش حد اسطوره وهو ملهوش لازمه. الاساطير عندنا بالارقام بقى، عدوا معايا بالارقام والتواريخ والانجازات. انت قلت الدوري ابيض صح؟ ابيض منين ان شاء الله؟ ابيض منين الدوري ان شاء الله؟ ده من ساعه ماتش اسوان وهو ما كسبش مباراه واحده. لما سمعوا، والمفروض لما سمعوا كلامك امبارح، ما كسبوش ليه غزل المحله النهارده؟ ما كسبوش ليه النهارده غزل المحله؟ ده اللي سمع كلامك هو محمد شريف اللي جاب واحرز هدف الفوز النهارده في مباراتنا مع البنك الاهلي. انا بكررها تاني، الاهلي هيفضل هو الاهلي، ومحمد شريف هيفضل محمد شريف، وكهربا هيفضل هو كهربا اللي بينزل الاستاد والملعب يصعد كل اللي فيه ويصعد كل المنافسين. هو ده كهربا، وهو ده نادي الاهلي، وهو ده محمد شريف. طب ما تيجوا بقى نعرف مع بعضينا كده، واجي اقول لكم ترتيب الدوري من المركز الاول للمركز الخامس. طبعا احنا كلنا عارفين من المركز الاول من المركز الخامس، بس تعالوا كده مع بعضينا نقول. مبدئيا المركز الاول عندنا النادي الاهلي، لعب 15 مباراة، فاز فيهم في 11 مباراة ونقطه 37 نقطة. المركز الثاني عندنا واللي هو الوصيف فيوتشر، لعب 15 مباراة،
فاز في 8 مباريات ونقاطه 31 مباراة. عندنا في المركز الثالث بيراميدز، هو لعب 15 مباراة، فاز فيهم في 9 ونقاطه 30 نقطة. المركز الرابع عندنا المقاولين، لعب 15 مباراة، فاز في 7 مباريات ونقاطه 27 نقطة. والمركز الخامس عندنا الزمالك. المركز الخامس عندنا الزمالك، لعب 15 مباراة، فاز فيهم في 7 بس، 7 مباريات ونقاطه 26 مباراة، يعني 26 نقطة. في 11 نقطة الفرق بيننا وما بين الزمالك اللي في المركز الخامس، وفي 6 نقط فرق بيننا وما بين الوصيف فيوتشر. يلا بينا ندخل في تحليل المباراة وندخل في التشكيل بسرعة جدا عشان الناس اللي ما اتفرجتش على المباراة تعرف الأهلي بيكتب ايه في إنجازاته الأيام دي. التشكيل عندنا الشناوي، وعندنا احمد نبيل كوكا، وعندنا متولي وربيعه، وعندنا خالد وحمدي فتحي، وعندنا ديانج، وعندنا عبد القادر ومروان عطيه وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. ما تنسوش يا جماعه الشير واللايك علشان يوصل لاكبر عدد من مشجعين النادي الاهلي، ويوصل للاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، ويوصل للاعلامي عمرو اديب بقى، وتوصل له رسالتي. يلا بينا ندخل في تحليل الشوط الاول. بصوا، هو انا مش هتكلم قوي في فنيات النهارده لان الماتش باختصار شديد جدا كان في ضغط من الفرقتين، الاهلي مستحوذ اكتر. الهدف اللي احرزه كان في الدقيقه 31 محمد شريف. الشوطين عباره عن هات وخد، الاتنين بيلعبوا والاتنين في كوره ما بينهم وضغط كبير ما بينهم هما الاتنين. ما كانش فيه تقريبا هجمات خطيرة جدا للبنك الأهلي، ولكن كان فيه هجمات خطيرة للنادي الأهلي بس برضو مش كتير قوي. عجبني في ماتش النهاردة ان احنا يعتبر نزلنا لعيبة، حتى لو كان في اخر 60 ثانية، بس احنا نزلنا لعيبة علشان نشوفهم قبل كاس العالم. دي من الحاجات اللي عجبتني جدا علشان نشوف امكانياتهم هيقدموا لنا ايه في كاس العالم. عندنا كان ندخل بقى الشوط الثاني. بص بالسرعه دي، عندنا تبديل بين الشوطين. كوكا خرج ودخل مكانه محمد فخري. كان تبديل في الدقيقه 61 مروان عطيه خرج ودخل مكانه السوليه. حمدي فتحي خرج ودخل مكانه محمد مجدي قفشه. عبد القادر مستواه كان كويس في الماتش دوت، عجبني مستواه. بس لو هو يتك على اللمسة الأخيرة، يتدربوا أكتر على اللمسة الأخيرة، فيبقى الحمد لله. كان في تبديل للبنك الأهلي في الدقيقة 67، في 3 تبديلات للبنك الأهلي في الدقيقة 71 وتبديل للأهلي. بصوا الشوط التاني عبارة عن تبديلات عشان مستر كولر بصوا بيجرب كل لعيبته. كان في تبديل للأهلي في الدقيقة 76، عبد القادر خرج دخل مكانه بيرسي تاو اللي وحشنا جدا. كان في إصابة للشناوي في الدقيقة 79 بس الحمد لله سليمة. كان في تبديل للبنك الأهلي في الدقيقة 83 وده كان التبديل الخامس ليهم. كان في 4 دقايق وقت بدل ضائع. كان في أخيرا وليس آخرا تبديل في الدقيقة 92 محمد شريف خرج دخل مكانه شادي حسين في آخر 60 ثانية. في اغلب اللي دخلوا النهارده اللعيبه في تبديلات ما قدموش لمسات قوي قويه، عكس اللعيبه اللي كانت من اول الماتش عندنا، لا قدموا كتير، وبالذات عبد القادر. عجبني النهارده ان احنا كسبنا رغم ان اللعيبه الاساسيه عندنا كانوا مريحين زي علي معلول زي محمد هاني. فعلشان كده انا مبسوطه ان مستر كولر مستغل كل لعيبته ومش بيقعد حد على الدكه خالص، ده بيستغل كل اللعيبه وبيلعب كل اللعيبه. والاول مره من 216 يوم محمد شريف بيسجل في مباراتين ورا بعض هدف. يعني المباراه اللي فاتت هدفين والمباراه دي الهدف هدف الفوز. هو ده اللي احنا مستنيينه من محمد شريف، هو ده اللي كلنا مستنيينه من محمد شريف.
تبديل المراكز اللي بيعملها مستر كولر خلى الفرق مش عارفة تترجم دماغه. انا نفسي في التشكيل بيتغير في المباراة، ده بيروح مكان ده، ما بيخليش اللاعب ثابت في مثلا مركز واحد او في مكان معين، لا ده بيخليه يلعب في كله. فعشان كده عجبني مستر كولر في الحتة دي. عايزة اقول لكم ان ماتش النهاردة رغم الضغط اللي كان فيه من الفرقتين الا اننا فزنا وخدنا 3 نقط، الحمد لله الحمد لله، وبقى الفرق بيننا وما بين الوصيف 6 نقط الحمد لله. فريق الاهلي ما شاء الله هو جاهز بنسبة 90% ان شاء الله، وبصراحة تتحسب دي لمستر كولر، تتحسب لمستر كولر اللي اكتشف اولا كده حمدي فتحي، محمد هاني، الشحات، كهربا، كريم فؤاد، ولعيبه كتير مستواها ما شاء الله راح في حته تانية الفتره دي، وصلت لكم. فعلشان كده مستر كولر مستغل كل لعيبته صح. الف مبروك للنادي الاهلي 3 نقط، الف مبروك. كولر في كل خطوه بيعملها بيثبت انه مدرب مش اي كلام، بيثبت انه مدرب مش بتاع فرقعه. كولر بيبني خطته كل مرة حسب ظروف الفريق المنافس ليه، وكمان بيفكر ويحسب ايه المطلوب حسب الامكانيات المتاحة معاه. كولر النهاردة جاب لنا 3 نقط وشغل كل اللعيبة قبل كاس العالم، وريح اللعيبة اللي خايف عليهم من الاصابات، وكمان علشان ياخدوا نفسهم كده قبل ماتشات كاس العالم. كولر لغاية دلوقتي مفيش مدرب قدر انه يتوقع دماغه فيها ايه. لعيبة النادي الاهلي، رسالتي ليكم في كاس العالم ان مفيش مستحيل، ممكن نكون بطل العالم للأندية ان شاء الله، المركز الاول في كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله. احنا دايما واقفين وراكم، دايما بنشجعكم، دايما واثقين فيكم، ودايما بنهتف باسمكم يا لعيبة النادي الاهلي، ودايما بنحبكم وواثقين انكم اكيد هتعملوا كل اللي هتقدروا عليه. احنا واثقين فيكم يا لعيبة النادي الاهلي. عايزين نستغل كويس جدا الضعف اللي منافسيننا فيه، نستغل احنا بقى النقطة ديت، ونزود امكانياتنا اكتر واكتر واكتر، ولاعيبتنا تظهر اكتر واكتر. المستوى عجبني، بس في مستوى احلى، في مستوى احسن اللعيبه هتوصل له ان شاء الله. اخر حاجه حابه انهي بيها، ما تنسوش اللايك والشير لايف، وشكرا للي بيدعمني بكومنت او بلايك او بشير، حقيقي ده بيكون حافز ليا، واكيد هفضل معاكم ومع جمهور الاهلي، وهفضل دايما في ظهر النادي الاهلي ان شاء الله، وبحبكم. وما تنسوش تعملوا شير لللايف، واي حد عنده تعقيب على المباراة ما ينساش ان هو يكتب لي رأيه هنا في اللايف، وانا بقرا كل الكومنتات. مع السلامة.